السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ مباراة جديدة، نادي الزمالك والمقاولين العرب في الاسبوع الثاني من الدوري المصري. نادي الزمالك بدأ المباراة دي بشكل مختلف عن المباراة السابقة من حيث التشكيل ومن حيث طريقة اللعب كمان. نادي الزمالك بدأ بثنائي فلسطيني. ثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد. نادي الزمالك بدأ بشكل دفاعي أكتر من المباراة الماضية، وترك الاستحواذ للمقاولين العرب اللي حاول ان هو يلعب ويشكل خطوره على نادي الزمالك من على الاطراف، استغلال سرعه اوشايا وجيرو او سمانه وكهربا. حاولوا يعملوا عرضيات كتير على نادي الزمالك من على الاطراف، لكن محمد صبحي بدأ المباراه دي بشكل مختلف عن المباراه السابقه، ركز بيخرج على العرضيات بشكل ممتاز. لكن من رأيي الشخصي كان في عيب في بعض العرضيات، كان محمد صبحي بيخرج وبيقوم بصد الكوره على منتصف ال 18. دي كان ممكن تشكل خطوره كبيره جدا على نادي الزمالك. لازم تخرج الكور على الاطراف، ده الف ب دفاع. لكن عموما محمد صبحي قدم المباراه بشكل افضل من المباراه السابقه. نادي الزمالك كان فيه تنظيم دفاعي ثلاثي وسط الملعب، كان فيه ترابط ومسانده من عبد الله السعيد وشحاته لدونجا في منتصف الملعب، بالاضافه الى نزول ادم كايد وناصر ماهر المسانده الدفاعيه على اطراف لعمر جابر وبنتاج. بمرور الوقت بعد تقريبا ربع ساعه نادي الزمالك تحول الى الهجوم. في تحول الهجوم كان طريقه لعب نادي الزمالك بتتحول ل 4-1-4-1. دونجا في الوسط بيحاول يستلم من قلبي الدفاع ويبني الهجمات بتوصيلها لشحاته او عبد الله السعيد. لكن كمان لقينا انه في منتصف الملعب نادي الزمالك كان بيحاول يفك اي تكتل ممكن يحصل بكثافه في وسط الملعب بدخول ادم كايد وناصر ماهر الى قلب صناعه اللعب في عمق منتصف الملعب، وده كان بيفرغ مساحه للاطراف لبنتايج وعمر جابر للصعود وعمل العرضيات او الدخول وصناعه التمريرات من اجل خلق فرص لنادي الزمالك. الملحوظه اللي كانت يعني رايي فيها انه ناصر المنسي كان مناسب للمباراه دي عن عدي الدباغ، هو ان عدي الدباغ مهاجم محطه بيقدر ان هو ينزل كتير، لعيب يملك المهاره والقوه البدنيه افضل في التمرير من ناصر منسي. لكن نادي الزمالك في هذا التكتل محتاج مهاجم يكون موجود دايما في البوكس. لاحظنا في اكتر من مره من مدرب نادي الزمالك فييرا بيقوم بتعليمات لعدي الدباغ ما تنزلش كتير، عشان اوريدي في 3 في منتصف الملعب بيقوموا بصناعه اللعب والاستلام والتسليم عشان يخلقوا لك فرصه، فما تنزلش وتفرغ ال 18 وتريح قلبي دفاع او ثلاثي دفاع نادي المقاولين العرب في حاله دفاعيه كانت بتتحول 5-4-1. كمان نادي الزمالك كان بيبدا على الاطراف بتحويل الهجمات والربط اللي كان موجود ما بين ادم كايد وعدي الدباغ الثنائي الفلسطيني اللي كانوا بيقوموا بادوار وانسجام وتحويل الهجمات، كمان في الربط مع نجم طبعا بنتايج على الجبهه اليسرى، وده كان بيحاول والنادي الزمالك يحصل منها على كرات لخلق فرص سواء عن كرات ثابته او ركنيات. نادي الزمالك بمرور الوقت قدر نادي المقاولين ان هو يضغط عليه يمنعه من بناء الهجمات بسهوله، عزل لوسط الملعب مع تحرك خماسي في منتصف الملعب سواء الاطراف نادي المقاولين العرب بجانب لاعبي وسط الملعب، قدروا ان هم يعزلوا قلبي دفاع نادي الزمالك او دونجا وان هم يجدوا سهوله في بناء اللعب. ده اللي خلى ادم كايد وناصر ماهر كمان ينزلوا مع عبد الله السعيد عشان يحاولوا ان هم يوجدوا مساحه لدونجا او شحاته للتمرير عشان يبداوا يبنوا اللعب. ده اللي خلانا نشوف كمان كور عاليه كتير من نادي الزمالك على الاطراف او محاوله لتمرير لعدي الدباغ اللي كان بيلاقي نفسه وحيد بسبب انه لعيبه نص الملعب او الاطراف كان بتنزل كتير عشان تحاول توجد مساحه في بناء اللعب، فكان بيستلم الكوره يا اما تطول منه يا اما تبقى وحيد مش لاقي الدعم الكافي. استمر الوضع كده ونادي المقاولين ابتدى ان هو يحاول ان هو يلعب على المرتده لغايه بدايه الشوط الثاني. نادي المقاولين العرب ابتدى ان هو دفاعيا بيزيد، ان هو بيضغط فقط في منتصف ملعبه على نادي الزمالك. كان ناجح وان هو قدر ان هو يعزل ويصعب الامور على نادي الزمالك في بناء اللعب لغايه لما نادي الزمالك ابتدى يقوم بتنشيط للاطراف. المجهود بتاع ناصر ماهر وادم كايد في النزول كتير لنص الملعب ارهقهم وكان محتاج تنشيط، عشان كده نادي الزمالك بدأ تغييراته بالدفع ب طبعا البرازيلي الساحر الموهبه اللي هتكون مشكله كبيره جدا لمنافسين نادي الزمالك على ما يبدو، ده اللي ظهر وخلق حلول لنادي الزمالك لفك التكتل، مهاره فرديه رائعه
وحاول طبعا اخوان الفينا في اكتر من كوره بالتسديد والدخول للعمق والمراوغه، وكان ممكن يحصل نادي الزمالك على ضربه جزاء. يعني طبعا الكره محل اراء ما بين الناس، مؤيد ومعارض ان هي ضربه جزاء او لا. رايي الشخصي ان هي مش ضربه جزاء، ولكن اللعيب واضح ان هو هيبقى واعد، وكان هيبقى سلاح لنادي الزمالك سواء لعيب اساسي او تغييره، هيفرق جدا مع نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا دخل ناصر ماهر في العمق، وبعد كده دفع بمعالي على الطرف الايسر عشان ينشط الجبهه اليسرى، وسيف فاروق جعفر لتعويض دونجا. انا مش عارف هل دونجا كان مصاب او ان هو حصل هبوط في مستواه، لكن يمكن التغيير ده ما كانش موفق. سيف فاروق جعفر قام باخطاء كتيره جدا في منتصف الملعب، تسببت على هجمات مرتده على نادي الزمالك. نادي المقاولين العرب ابتدى ان هو يدفع باكمل عشان يضغط على اخوان الفينا، ويكون لاعب شاب قادر ان هو يضغط على الفينا، وتقريبا الى حد كبير الخطوره بتاعته ما ظهرتش غير لما كان بيتحرك في العمق، وبالفعل كان ممكن ان هو يسبب مشكله ويسجل هدف لنادي الزمالك. لعيب عنده حلول سواء في العمق او الاطراف، بالاضافه طبعا لوجود معالي وبنتايج على الطرف الايسر. حصل تنشيط لنادي الزمالك، لكن استمر نادي المقاولين في طريقته الدفاعيه والاعتماد على المرتدات. دفع نادي المقاولين العرب بابو جوده وعنتر ودعبسه كمان عشان ينشطوا الاطراف ومكان راس الحربه لاستغلال السرعات اللعيبه البديله او المهاجم صاحب الطول الممتاز كمحطه للاطراف. نادي المقاولين العرب يعني حاول محاولات يمكن قليله جدا على قد المرتدات، لكن الزمالك هو اللي حاول بعرضيات كثيره، وبمرور الوقت دفع براسين حربه طبعا ناصر منسي وعمرو ناصر، لكن نادي الزمالك ما استغلش ده لانه بمرور الوقت استغنى عن لاعب صناعي اللعب، بالاضافه لمحاوله الكور العاليه اللي ما كانش بتلاقي مسانده سواء لناصر منسي او عمرو ناصر في ان هم يعتمدوا على اطراف الملعب او على منتصف الملعب للمسانده في بناء الهجمات. فنادي الزمالك ما قدرش ان هو في الشوط الثاني يحقق فرص المرغوبه، وخرجت المباراه بالتعادل السلبي. دي مباراه حصل فيها نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب على كل منهم على نقطه. يستمر النادي المصري في الصداره بالعلامه الكامله، والفريق الوحيد اللي قدر على ده في الدوري اللي باينه هيبقى موسم ساخن وصعب على كل الفرق. استنونا في المباريات القادمه، وما تنسوش دعوة لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويقويهم. سلام ختام.